تخيلوا بقى العلاقة اللي بتبوظ كل شيء في حياتكم. تفوقوا كده مرة واحدة وتلاقوا نفسكم بتعيشوا في حياة حزينة مليانة بالمعاناة والأذى النفسي. دي اللي بيقولوا عليها بقى العلاقة السامة، عاملة كده زي بالظبط السم والعياذ بالله اللي بيدخل بقى في جسم الإنسان وبينتشر فيه لحد ما يخلص عليه. علاقة كده لا بتجيب حب ولا سعادة ولا حتى استقرار، ده غير كمان إن ما بيكونش فيها أي ثقة، شخص بقى مش واثق فيك طول الوقت. علاقة بيكون فيها الصوت العالي هو السائد، وهستيريا بقى من الغيرة، والكذب دايما طول الوقت، ده غير كمان الإهمال. كل اللي قلته ده بقى كفيل إن يبوظ العلاقة حرفيا. عشان كده بقى لازم ناخد بالنا ونكون حذرين من الشخصيات السامة بقى اللي بنقابلهم في حياتنا، وبالأخص شريك الحياة. نخلي بالنا كمان من الناس اللي بنقابلهم وبنتعامل معاهم أو بنعجب بيهم من الشكل أو الهيئة الخارجية. وفي النهاية بقى لازم تكون عارفين إن الشخص اللي مش كويس هو اللي بيجني في النهاية أفعال، وهتكون أنت الفايز بقى في النهاية.